تست يو السلام عليكم. وصف العشرين وصف الدراري، نهار جديد ما فاكي بلا جديد. اليوم جيت باش نتناقش انا وياك. انا وياك غادي نتناقشوا في واحد الموضوع اللي فيه صداع شي شويه. غنتناقشوا على واحد الموضوع اللي خلق الجدل في السين ديال الهيب هوب والراب. هذا الموضوع داخله فيه الفلوس، داخله فيه الثقه، داخله فيه الشهره، داخل فيه بزاف ديال المواضيع الشائكه اللي انا شخصيا كيصعب عليا نهضر فيها عليها بسبب العلاقات اللي كتربطني بمختلف الاطراف اللي داخلين في هذا الشيء هذا. بالحق غادي نحاول نكون موضوعي ما انا ماشي هنايا باش نقول لك هذا عنده الحق والاخر غلط. انا هنايا باش نفتح معاك واحد الحوار كما قلت لك. غادي نناقشوا هذا البلان هذا من زوايا مختلفه، ومن بعد فاش تكون عندك الحيثيات ديال البلان كامل كيبقى محكمتكم الموقرة واسع النظر. بزاف ديال البروديوسر سمعنا واقعين لهم مشاكل مع رواب. سواء اللي هو فاش قال لك البروديوسر ما خلصوش في الالبوم، سواء باماس ملي قال لك المورفين ما خلصوش. بزاف ديال البلانات كيوقعوا. ومؤخرا شفنا العشيور اللي خرج قال لك المورفين سلف من عنده فلوس وما ردهمش. شفنا البلان ديال بوز فاش خرج المبوق بلا قال بلا بوز خدا لافونس، ومن بعد ما بانش الدراري ديال الكونسير تا هما. حنايا ما غاديش نهضروا على واحد الاشخاص بالضبط، غادي نهضروا على هاد الظاهره هادي وغادي نشوفوا كما قلت لك الحيثيات ديالها. اما الا سولتيني انا على الراي ديالي شخصيا فقريب شويه من المحيط ديال بوز. انا تنعرفو شخصيا، تنعرف الدراري في التيم اللعيبات ما يديرهاش. كاينين بلانات واحد اخرين غادي تسمعوهم من بعد كنظن. زعما ما عندي حتى شي معلومه، ولكن انا عارف بلا الناراتيف السيناريو اللي كيدوز في السوشيال ميديا ما كيكونش ديما منطبق على داكشي اللي وقع في الواقع. الا سولتيني على المورفين غنقول لك بلا المورفين انا راني بيربلكس شي شويه، حيتاش ما عندناش القصه كامله. كنهضر على خونا الاخر اللي كان قال لك سلفو شحال 3 مليون شي بلان بحال هكا. كان 4 اوديو من واحد العلاقه بين واحد الشخص لواحد الشخص ما عارفيناش شحال كدوم، ما عارفينش الحيثيات ديالها، ما عارفين شنو الاتفاق اللي كان بالضبط. دونك حتى هي ما نقدروش نقولوا على هذا البلان وما نقدروش نحكموا. تفاهمنا. وكما كنعرفوا هاد الايامات اللي داز كانت عامره بالاخبار ديال الشكايات اللي كيخرجوا الناس كيتهموا فيها هذا الرابور المعروف والنصب عليه. يقولوا بالله خدا منهم فلوس، كريديات، وعود، ولكن ما شافوا حتى شي حاجه. خطير في الامر ان هذا الشيء ما بقاش عند شخص واحد. القضيه هذه انتشرت وكنسمعوها عند بزاف ديال الناس، واخا الهضره كتكثر على واحد. علاش ما نعرف. الميديا كنشوفكم ما علينا، كل واحد بالقصه ديالو، كل واحد بالتفاصيل ديالو، ولكن بيناتهم واحد النقط مشتركه. هذا البلان هذا فيه بزاف ديال الطبقات عشيري، بزاف ديال اللايرز. حنا غادي نشدو كي البصله وغادي نقشرو قشره بقشره حتى غادي نغرقوا فيه مزيان. الزاويه الاولى اللي غنناقشوا منها هذا البلان واللي كتبقى هي المحور الاساسي ديال هذه القضيه هو كيفاش المشاهير عشيري كيستغلوا النفوذ والسميه ديالهم باش يصيدوا الساعه. حنا كمشاهدين ولا كبوبليك ولا كستريمرز ولا كيوتيوبرز ولا كاي واحد اللي غادي يتعامل مع شي واحد مشهور ولا غيتبع شي واحد مشهور، اللي كنشوفوا واحد الارتيست اللي في عينينا حنايا حقق الاحلام ديالو، وصل لواحد النيفو ديال الثروه والشهره والفلوس واللعيبات، كنفترضوا تلقائيا بلا الشخص راه واحد الشخص صادق موثوق ومستحيل يدي لك شي حاجه ولا يدير لك شي حاجه خايبه. الثقه العمياء عشيره هي اكبر مصياده كيتصيد فيها بنادم، هي اكبر فخ كطيح فيه وكيعمل لك سواء في المعامله مع المشاهير سواء في الحياه ديالك الشخصيه. غير هو المشاهير بحكم المكانه ديالهم الاجتماعيه عندهم واحد اللعيبه ديال السوشيال بروف. السوشيال بروف باش نشرحها لك بطريقه بسيطه هي مثلا مشيتي جاك الجوع بغيتي تمشي تقصي في شي سناك، كاين سناك حدا سناك بجوجهم كيديروا نفس البلان بالضبط، غير هو واحد عليه الزحام والصف والاخر تيبان خاوي كينشد. نتايا ما عارفش كتمشي اوتوماتيكمون لهداك اللي فيه الزحام تزاحمت انت مع الناس حيتاش تقول الا داك الناس ثاقوا فيه فنقدر نثق فيه. هاد القضيه هادي بسبب بسبب الراس مال الثقافي والاجتماعي اللي تيكون عند هاد الناس سورتو عند المشاهير، واللي ما يقدرش يحس ولا يعرف الاحساس ديالو شي واحد اللي عايش واحد الحياه عاديه. فملي كيتلاقى واحد الشخص مشهور وواحد الشخص عادي ما تيعرفو حتى واحد وكيطلب منه
كانوا يسلفوا الفلوس، سيليبريتي كطلب من واحد يسلفها الفلوس، ولا كتعرض عليه شي فرصه ديال شي استثمار انفستيسمون لعيبات كذا، الدماغ ديالك كيمشي اوتوماتيكمون غير الحوايج اللي بوزيتيف، يا اما شنو نقدر انا نربح من هذا البلان هذا، او لا على الاقل نشري معرفه. هاد الفنان هذا هاد الارتيست راه عنده بزاف، علاش غينصب عليه؟ راه كيعرف ناس كبار، اكيد هاد الشيء راه فري فرصه حقيقيه ما يمكنليش نزبلها. وهذه بالضبط هي فين تيكون المشكل، حيت عشيري الشهرة راه ماشي شهادة ديال حسن السيرة والسلوك، وسورتو ماشي شهادة ديال حسن السيرة وسلوك مالية. راه شحال من ارتيست خوايري سياسي شخصية من الشخصيات الكبيرة تلقاوها متورطة في فضائح مالية وفضائح من نوع آخر. فعشيري ديك الأضواء والبريق راه غالبا ما كتكون مخبعة واحد الظلمات، أمر اللي طبيعي حيتاش ما كاينش شي واحد اللي بارفي 100%، ما كاينش شي واحد اللي بريء 100%. دابا ندوزو للتفاصيل اللي الأغلبية فيكم غيكونوا باغيين يعرفوا، هي الفلوس، قضية ديال الفلوس. كيفاش هاد الفلوس فين مشات وكيفاش مشات، واش كانوا دي كونطرا ولا كانوا غير اتفاقات شفهيه؟ بزاف من هاد الحالات اللي كنسمعوها كيكون المشكل هو غياب التوثيق القانوني. عشيري الثقة كتغلب على الحذر، الثقة العمياء، الناس كيحطوا فلوسهم بناء على واحد الكلمة ديال الشارع غير حيتاش داك الشخص معروف. الروايات اللي خرجوا كتهضر على انماط متشابهة، فهمتي، فيها واحد لي بوين اون كومون. يا اما الرابور كان كياخذ كريديات صغيره من بعد من عند بزاف ديال الناس وما كيرجعهاش، يا اما كيواعد يعطيك شي حاجه في المقابل ماديه ولا غير ماديه. في الاغلب باش ما كترجعش هاد البلان ولا ما كيتوفاوش هاد الوعود كتعطى واحد الاعذار اللي حتى هي كتكون مشابهه. البروجيات تعطلوا، ما كاينش السيوله، فلوس شاده اللابيل، تسرق عليا التليفون، بلانات عشير. ولكن السؤال الاكبر كيبقى، واش هاد الشيء كان مخطط ليه من الاول اولا هاد الشيء راه غير سوء تدبير ديال الفلوس واللعيبات؟ فهمتش بغيت نقول لك؟ حيت شي مرات عشيري كتكون غير حيت بنادم ما عرفش يجري الفلوس ديالو. ملي تنقول لك يو غاتا فولو ذا ماني، خصك تتبع الفلوس منين جات وفين مشات. تنقصد حتى داك الضحايا المفترضين ولا دوك اللي كيخرجوا بهاد الاتهامات ديال ان شي واحد نصب عليهم، شنو كيربحوا من هاد الخرجه هادي ديال داك الاتهام. ما يمكنش نهضروا على هاد البلان عاوتاني بلا ما نشوفوا البي او في ديال الضحيه اللي بين قوسين تنصب عليه. هاد الناس كل واحد فيهم عنده قص، كل واحد عنده فلوس جمعها ضرب عليها تماره، كاين اللي باع عليها حوايجو، كاين اللي خدا كريدي من عند البنكه، كاين اللي تسلف من عائلته. هاد الفلوس ما كتكونش شايطه، فهمت؟ كانت ربما راس المال ديال شي بروجي كان كيوجد ليه، ولا واحد الفلوس اللي ابار كيوجدها لشي ظروف قاهره، او لا داكشي اللي جمعو حياته كامله سنين ديال التماره والخدمه. الاحساس بالخيانه من عند واحد الطرف اللي كنتي كتثق فيه وكتشوفه كقدوه، ولا على الاقل واحد الانسان اللي كان كيصحاب كيثيقوا فيه الناس، ماشي بحال هيت ديفرنت، كيكون قاسي بزاف. هادشي حيت هادشي راه ماشي غير خساره ديال الفلوس، ماشي غير خساره ماديه، هادي راه خساره نفسيه كبيره. تخيل راسك كتامن بواحد الشخص، كتعطيه جزء من التعب ديالك والتماره ديالك، وفي الاخر كيخدلك كيخوي. كاين اللي دخل في احباط ديبرسيون، كاين اللي وقعت ليه مشاكل عائليه بسبب هذا الشيء، كاين اللي فقد الثقه في المجتمع كله. فهمتي؟ هذا الجانب الانساني هو اللي كيخلينا نفهموا شويه حجم الضرر اللي كياخذوا بحال هاد الضحايا، وكيفاش تقدر تهدم الحياه ديال واحد الاشخاص كامله غير بسبب الطمع واستغلال النفوذ. كما قلت لك، حيت انايا ماشي انا باش نعطي الاعذار والاحكام ولا نقول لك هذا عنده الحق والاخر غلط، انا غير هنايا باش نناقش البلان من زوايا مختلفه. داكشي علاش غندوزو للزاويه الاكثر حساسيه واللي تقدر تخلق واحد الجدل كبير، واللي هي وجهه النظر ديال الرابور. كما شفنا وجهه النظر ديال الضحيه، فمن البي او في ديال الرابور ولا الناس اللي كيدافعوا عليه يقدروا يقولوا لك يمكن هاد الناس هادو اللي تنصب عليهم بين قوسين طماعين، وهذا الرابور راه غير قلب عليهم اللعب. هذا الراي هذا كينبع من الفكره ديال ان عالم ديال الشهره واحد العالم اللي ماشي ساهل. لي زارتيست معرضين باستمرار للطمع والاستغلال من طرف الناس اللي باغيين غير يستافدوا من الشهرة والفلوس ديالهم. فيقدر كما قلت لك الرابور ولا الناس اللي كيدافعوا عليه يقولوا لك بلا الضحايا ما كانوش ابرياء، ماشي 100% فيكتيم، وانهم كانوا باغيين يستافدوا من القرب ديالهم لهذا الرابور ويتسناو يوفر لهم شي فرصه سهله باش يربحوا فلوس كبيره ولا يربحوا واحد الشهره تا هما. يمكن الرابور حس باللي هو الضحيه في هذه القصه،
الضحيه ديالاش؟ الضحيه ديال الطمع ديال بنادم، وقرر يضط ليهم الصاع صاعين عشيري كما كيقولوا خوتنا الصاعيده، بغا يقريهم درس من دروس الحياه بهذا المعنى. وهذا المنطق تيبان شويه قاسي بالنسبه للناس واحد اخرين، ولكن كاين اللي كيشوف فيه ردة فعل طبيعيه على البريسيون اللي كيتعرض ليها شي واحد اللي مشهور. كما قلت لك واخا نتقبلوا هذا البلان هذا، واش هذا الشيء كيبرر انك تاخذ لشي واحد؟ واش كيعطيك الحق انك تستغل الضعف ولا الطمع ديال شي واحد باش تاخذ ليه فلوس، اسافوار كو هو كان باغي يضرك في الاصل؟ فايثيكلي زعما اخلاقيا وتقدر تكون انت قانونيا على حسب، كنظن الجواب هو لا. فهمتي؟ هي عمليه ذكيه، واحد باغي يقولبك كتصدق مقولبو، غير هي واخا هكا كتبقى شويه غير اخلاقيه. هاد النقطه هادي بالذات هي اللي كتخلي هاد البلان هذا معقد شي شويه ومثير للجدل. زعما صعيب تقول بيض كحل. شكون هو الضحيه الحقيقي في هذه القصه؟ واش اللي دا الفلوس ولا اللي عطاهم؟ في الاخير عشيري بعيدا زعما على الاتهامات والمحاكم، حنا اللي تيهمنا في هذا الشيء كامل هما شنو الدروس اللي نقدروا نتعلموها من اغلاط ديال واحد اخر. اول حاجه الشهره راه ماشي ضمان عشيري، ديما عقل على هذه القضيه. الشخص المشهور بشر بحالك بحالو، يقدر يكون نزيه ويقدر يكون العكس. ثاني حاجه توثيق فوق كل اعتبار عشيري. ضروري اي ترانزاكسيون، اي حاجه فيها الفلوس ولو مع اقرب الناس، خاص يكون داكشي مكتوب كونطرا. الكلمه راه ما كافياش. رد بالك عشيري، اتونسيون من الوعود الخياليه. غتيقول لك if it's too good to be true it's probably not. الا كان شي حاجه زعما كتبان واعره بزاف لدرجه ان ما تقدرش تكون بصح، غالبا راه ماشي بصح. وديما كون واعي بالقضيه ديال الطمع. قبل ما تدخل في شي صفقه سول راسك عشيري، واش انا طماع في هذا القضيه؟ واش باغي نربح بزاف بلا مجهود؟ الطمع غالبا عشيري تيخليك تشوف شي حوايج ما كاينين. الحاجه الاخرى هي المسؤوليه الشخصيه عشيري. كل واحد فينا مسؤول على القرارات الماليه ديالو. القانون لا يحمي المغفلين. خصنا نكونوا واعيين ونبحثوا وما نعتمدوش على السمعه ديال واحد اخر حيت واحد اخر مشهور. هاد القضيه ديال هاد الرواب عشيري راه ماشي غير قصه عابره وصافي، هي واحد السينيال احمر باش كاملين نكونوا اكثر حضارة. زعما نردوا البال في المعاملات ديالنا، سورتو المعاملات الماليه، لي ترانزاكسيون ديال الفلوس، وبالثقه المبيوعه، الثقه العمياء. كاع داك البلانات ديما كما كنقول لك سول راسك، واش انايا طماع بزاف في هذه القضيه هذه لدرجه انني شي حاجه اللي نورمالمون ما غاديش نديرها كنديرها دابا غير بسبب الطمع. شنو بان لكم نتوما في هذا الشيء كامل؟ واش هاد الرواب هادو ضحايا ديال الطمع ديال الاخرين ولا هما فعلا استغلوا الثقه ديال الاخرين؟ خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات لتحت. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو. هذا الفيديو مهم، بارطاجيه مع اصحابك باش تا هما ما يتنصبش عليهم. ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم.